كجراح عظام خليني اسالك سؤال، اخر مره غسلت سنانك امتى؟ ما تستغربش، السؤال ده كان مفتاح لاكتشاف مهم جدا في قصه بطلها النجم الهولندي ارين روبن. القصه بدات لما ارين روبن قعد 3 شهور كامله من نوفمبر لفبراير 2019 بيعالج اصابه بتتكرر في عضله الفخذ. تخيل مجرد جري في التدريب كان كفيل ان هو يكرر الاصابه تاني من غير اي مجهود زايد ومن غير اي التحامات. بعد فحوصات واشعاعات ورنين وتجارب علاج مختلفه، الاطباء لاحظوا حاجه مش من تخصصه بس كانت مؤثره جدا. روبن كان عنده عدوى في اسنانه، سبب بعيد وصعب وملفوف بالظبط زي الار2 اللي اتعودنا نشوفها من روبن في المقص. حتى روبن نفسه قال ان هو جرب كل حاجه، كان محبط جدا من تكرار الاصابه لحد ما بدا الفريق الطبي يشك ان العدوى دي هي السبب. والمفاجاه الشك طبعا كان في محله، العدوى انتقلت للدم ومن هناك بدات تمنع التئام العضلات بشكل طبيعي. فكل مره كانت الاصابه بترجع والعضله مش بتلحق تتعافى صح، والمعادله كانت واضحه، عدوى في الاسنان، العدوى توصل للدم تمنع التئام العضلات. وده خلى الوقت ده في حياته عباره عن اصابه ورا اصابه. بس الحمد لله القصه خلصت وبنهايه سعيده، سنتين اتخلعوا، العلاج اشتغل، وروبن رجع. قصه ممكن تتكتب بعنوان رحلتي من طبيب العظام لدكتور السنان. ولازم هنا طبعا نرفع قبعه لفريق الاطباء اللي قدر يوصل للسبب الحقيقي رغم انه بعيد تماما عن التخصص. وده بيوضح قد ايه دكاتره العظام بيتعبوا جدا وبيفكروا بره الصندوق عشان يوصلوا للحل، وان اصابه العظام مش دايما بيبقى سببها هي الاصابه اللي انت شايفها قدامك. لازم تدور كويس ورا السبب الحقيقي. في الاخر الدرس واضح وبسيط، فرشه سنان ممكن تبعدك عن عمليه وشريحه مسامير. ودمتم دايما حركه وصحه.